السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. في البداية بعد إذن حضراتكم بندعوكم للإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أقيمت النهاردة عدة مباريات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. المباراة كانت في إطار الجولة الثالثة من البطولة. هنتعرف دلوقتي على المباريات ونتائجها وإيه اللي حصل فيها بالظبط. المباراة الأولى كانت بين منتخبي هولندا وقطر. المباراة انتهت بنتيجة 2-0 لصالح هولندا، وبالنتيجة دي يتأكد خروج المنتخب القطري من البطولة. للأسف خرج مبكر جدا، ولكن يعني يكفيهم شرف التنظيم المشرف للعرب كلهم. المباراة كانت الساعة 5 بتوقيت مصر و6 بتوقيت مكة المكرمة. المباراة زي ما قلنا انتهت بنتيجة 2-0 للمنتخب الهولندي على المنتخب القطري. جاب الاجوان كودي جاكبو في الدقيقة 26 وفرانكي ديونج في الدقيقة 49. المباراة التانية كانت بين منتخبي الإكوادور والسنغال. المباراة انتهت بنتيجة 2-1 لمنتخب السنغال. المباراة كانت أيضا الساعة 5 بتوقيت مصر و6 بتوقيت السعودية. جاب جونين السنغال إسماعيل صار في الدقيقة 44 وخليدو كوليبالي في الدقيقة 70. أما الجون بتاع الإكوادور فسجله مويسيس كاسيدو في الدقيقة 67. المباراة الثالثة كانت بين منتخبي إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كانت المباراة في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت السعودية. المباراة انتهت بنتيجة 1-0 للولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز الهدف كريستيان بوليزيتش في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. في الماتش أو المباراة الرابعة كانت بين منتخبي ويلز وإنجلترا. المباراة انتهت بنتيجة 3-0 للمنتخب الإنجليزي. أحرز الأهداف راشفورد في الدقيقة 50 وفودن في الدقيقة 52، وراشفورد أيضا أحرز الهدف الثالث والثاني ليه في المباراة في الدقيقة 68. بالنتائج دي تكون انتهت مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بين المجموعة الأولى اللي بتضم هولندا وقطر والإكوادور والسنغال، وبين المجموعة التانية اللي بتضم إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز وإنجلترا. أما عن ترتيب المجموعات ومين اللي خرج ومين اللي كمل ومين اللي صعد لدور ال16 في المجموعتين دول، فهتكون كالآتي. لو بصينا هنا على الجدول هنلاقي المنتخب الهولندي في المركز الأول أو فنش في المركز الأول دور المجموعات بسبع نقاط، والمنتخب السنغالي جاء ثانيا ب6 نقاط. يليهم المنتخب الإكوادوري ب4 نقاط والمنتخب القطري ب0 نقاط. بالنتيجة دي بيصعد المنتخب الهولندي من المجموعة الأولى كمركز أول، والمنتخب السنغالي كمركز تاني من المجموعة الأولى. أما المجموعة التانية ففنش المنتخب الإنجليزي دور المجموعات في المركز الأول ب7 نقاط، ويأتي من بعده المنتخب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية ب5 نقاط. يليهم المنتخب الإيراني ب3 نقط ومنتخب ويلز بنقطة وحيدة. ويصعد أيضا المنتخب الإنجليزي ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية كمركزي أول وثاني في المجموعة الثانية. غدا إن شاء الله الأربعاء 30/11/2022 هيقام أيضا 4 مباريات في إطار الجولة الثالثة بين المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. في الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وتونس، وتوقيت والسادسة مساء بتوقيت السعودية تقام مباريات تونس وفرنسا. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي.
يعمل نتيجة كويسة بإذن الله، وإن شاء الله نفرح معاه بالصعود. المباراة تقام على استاد المدينة التعليمية. أما في الساعة 5 أيضا بتوقيت مصر وتونس، والسادسة بتوقيت السعودية، تقام المباراة الثانية بين منتخبي استراليا والدنمارك. أما في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، تقام المباراة الثالثة بين منتخبي بولندا والأرجنتين. والمباراة الأخيرة في هذا اليوم هتكون بين منتخبي السعودية والمكسيك في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر والساعة 10 بتوقيت السعودية. وكل التوفيق والدعوات مع المنتخب السعودي، إن شاء الله يحقق فوز ويصعد هو الآخر لدور ال16 في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. لحد هنا بينتهي الفيديو، نتمنى نكون فدناكم بمعلومة. ولا تنسونا في الإعجاب وأيضا الاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا، وصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التعليقات. نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية جديدة. دمتم في أمان الله.